بسم الله الرحمن الرحيم. معك عبد الحق خرباش، مراسل موقع تازا توداي ومراسل جريدة الضمير الكاتب. الأخ الزخص، ممكن لك تقول على على المعطيات العامة ديال الجامعة اللي كترأسها وانت الآن كتواجد بعد 60 ديال هذه الإعدادية. أقول أولا التأهيل الترابي لجامعة بني لنت بطبيعة الحال يرتبط ب5 أركان أساسية. أولاهما الطريق، وثانيهما الكهرباء، وثالثهما الماء الصالح للشرب، ثم الصحة، وثم التعليم. علما على أن هذه الأركان يخدم بعضها البعض، هي أركان مترابطة ومنسجمة ويخدم بعضها البعض. فالتعليم يعتبر إحدى الركائز المهمة، وبل رافعة من رافعات التنمية. والتعليم يخدم الطريق، يخدم الأشغال، يخدم الصحة، يخدم الماء الصالح للشرب، يخدم الكهرباء، لأن كل هذه القطاعات تعتمد أو ترتكز على معرفة تقنية ومواكبة منسجمة ودقيقة قصد إنجاز المطلوب في أحسن الظروف. بطبيعة الحال بني لنت عرفت في هاد ال3 سنوات تقدما ملموسا. عرفت إنجاز ما يقارب من 70 مشروع متوسط وصغير وكبير، وهذه المشاريع موزعة على المجال القروي، الضواوير، وكذلك مركز الجماعة الذي هو في حاجة ماسة إلى التنمية وإلى التأهيل الترابي والتأهيل الحضري. من العناصر المهمة المرتبطة بتنمية هذه الجماعة، تراب هذه الجماعة، هي الطريق الجهوية رقم 508. هذه الطريق التي تربط غربا الإقليم تازا بتاونات، وشرقا بإقليم قرسيف والناظور. وتلعب هذه الطريق دورا طلائعيا في الرواج التجاري والتبادل الاقتصادي ما بين هذه الجماعات الترابية المومى إليها، المرتبطة بهذه الأقاليم، وكذلك المرتبطة بالحياة المعيشية للساكنة. فجماعة بني لنت عملت مؤخرا على بناء ما يقارب 3 كيلومتر فاصلة 1 في شبه شراكة مع وزارة التجهيز والنقل، وكذلك تتطلع مستقبلا لإتمام ما تبقى، 2 كيلومتر فاصلة 3 ولا 4 في إطار المشروع الترابي لجماعة بني لنت. هذا المشروع الترابي الذي استفادت منه الجماعة، بحيث سيتدخل في مجالها قصد تحويله من قرية إلى مركز حضري أو مدينة صغيرة إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا المشروع يضم تقريبا 13 مشروع، منها ما سينفذ عن طريق الجماعة بطريقة مباشرة، ومنها ما